السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. معكم أسماء من قناة أسماء دار الضيافة. اليوم غادي نحضر معكم فطور خفيف ظريف مكونات متواجدة في كل منزل. أول حاجة غادي نوجد معكم هو هذا الريب اللي كيجي رائع بزاف، كيجي خطير بمكونات اللي بسيطة، كينجح معكم من المرة الأولى متماسك. كذلك غنشارك معكم هذا الكغاتان اللي كيجي خطير حتى هو بمكونات متواجدة في كل منزل. كذلك هذا الكورني اللي كيجي حتى هو المنظر ديالو جميل والمذاق كيجي خطير بزاف بزاف، وحتى هما المكونات متواجدين وبسيطين بزاف. نبدا معكم الوصفه. هنا اول حاجه غادي نبدا بها هو الريب، حيت الريب غادي ياخذ ليا الوقت، اذا هو اللي غادي نخمرو. كناخذ اطره الحليب كنخليه يفيض حتى كيفيض بحال هكايا، كيطلع الفيضه ديالته. ملي كيفيض الحليب مزيان كنقصوا البوطه وكنبقاو نحركو، كنضيفوا سنيده القياس اللي نتوما كتبغيو. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، هنا غادي نضيف فقط واحد 3 الملاعق كبار سكر سنيده. نتوما كديروا القياس اللي نتوما باغيين، بغيتوهم يجيكم حلو بزاف كتضاعفوا الكميه. صافي كنبقاو نحركوا بحال هكا شويه فوق من عافيه مهيله، غير واحد دقيقه تقريبا صافي، وكنخليه جانبا. كنخليوه يبرد. اون فوا نخشيو الصباع ديالنا وصافي وما نحسوا لا بحرقه لا حتى شي حاجه، نعرفوا الحليب ديالنا راه خدا ديك الدرجه اللي حنا بغينا، ما نخليوش يبرد بزاف. صافي وكناخذ دانون. هنايا انا استعملت هذا النوع هذا، خديت فقط دانون واحد ضفتو على الحليب ديالي وبقيت كنحرك نحرك نحرك. من بعد خديت زليفات اولا الكيسان اللي نتوما باغين كديروهم فيهم بحال هكا وكتغطيو. كنغطيو الكاسات ديالنا. بالنسبه لي انا غادي ندخلهم للفران، كنديرهم في بلاطو، كنغطيهم بطورشون. الفران ديالي سخنته مزيان، من بعد طفيت عليه خليته واحد 2 دقائق 3 بما ياخذ ليا غير شي شويه، حيت ما خاصوش يكون سخون بزاف باش ما يخسرش ليا الحليب. صافي وكندخل ليه البلاطو ديالي كنغطي عليه. ما نحاولوش نحلو الفران، ما نحاولوش نزعزعوا الفران باش هكا يصدق لكم الريب. بالنسبه ليا الفران خدا ليا 4 سوايع. صافي هنا الريب ديالي خمر. دابا غادي ندخلو للثلاجه ونخليه يبرد تماما. قد ما خليتوه يبرد في الثلاجه قد ما تيتماسك لكم وكيجي زوين. غناخذ ليمونه غادي نحك القشره ديالها، ومن بعد غادي نعصر هذيك الليمونه، غادي نضيف عليها نص كاس ديال الماء ومعلقه نشا ونديرهم فوق من عافيه مهيله مع هذوك القشور ديال الليمون، ونبقى نحرك 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 مزيان حتى كيعقد لينا الخليط. نخليوه جانبا ونمشيو دابا ندوزو الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجو البطاطا. انا كنسلقها دائما بالقشره ديالها حيت كتعطي واحد المذاق مختلف تماما. ما كانش عندكم الوقت كتقطعوها رقيقه وكتسلقوها اولا كتبخروها. كنطحنوها في طحنه مطيشه، كنضيف عليها الفرماج. هنايا خديت 2 قطع ديال الفرماج. الا كان عندكم الجبن حتى هو ديروه، حتى هو كيجي رائع في هاد الوصفه هذه. كذلك غادي نستعمل واحد الملعقه كبيره د الزبده، ملعقه كبيره ديال بودره الثوم، ملعقه كبيره بودره البصل وشويه الابزار ومليحه، ونخلطوا هادشي كامل حتى كينسجموا لي هاد المكونات كاملين. انا هنايا حسيت بانه خاصني مازال الفرماج، زدني وحده. المهم نتوما كتبقاو تضيفوا داكشي اللي خاصكم كتزيدوه. صافي كنخليوها جانبا. كنمشيو ناخذوا مقله كنديروا فيها البصله، كنضيفوا عليها الزيت وغنخليها تشحر مزيان حتى كتولي اللون ديالها كراميليزي. خاصو اللون ديالها ضروري يجيكم بحال هكايا مكرمل. صافي وغادي نضيف عليها الشامبينيون بعد ما قطعته قطع صغيره. اما كتستعملوا الشامبينيون اللي تيكون معلب اولا الفخي، انا كنفضل الفخي. صافي وغادي نضيف شويه الملحه الابزار ودريس الثومه محكوكين، وغادي نخليهم حتى هما جانبا يتشحروا. غادي نمشيو نوجدوا البيشاميل ديالنا. كناخذوا 2 معالق كبار الزبده كندوبوهم، كنضيف نصف الكميه الحليب كنخليهم يذوبوا. من بعد كنضيف 2 ملاعق كبار الدقيق وكنحركوه مزيان. خاص تكون ايدينا خفيفه باش ما يتكورش لنا الدقيق، ما خاصناش نخليوه يتكور حتى كتكون عندنا واحد البوماد بحال هكا اولا عجين. ومن بعد كنضيفوا الحليب اللي مازال عندي. انا هنا استعملت نصف لتر حليب، غنضيف عليه شويه الابزار وغادي نحرك كلشي مزيان. وهيا البيشاميل ديالنا واجده. هنا البيشاميل ديالي وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجيكم شويه خفيفه ما تخليوهاش عاقده بزاف. عندي كذلك شامبينيون، عندي المول اللي غادي ندير فيه هاد الكراتان ديالي. نتوما كتختاروا اللي بغيتو. انا عجبوني هاد الطويجنات هادو زوينين. كناخذوا كميه من البطاطا ديالنا كنحاولوا نمعكوها بهذا الشكل هذا، كنضيفوا عليها واحد الملعقه من الحشوه ديالنا اللي فيها شامبينيون والبصله. كتقدروا ديروا كفته، تقدروا ديروا كفته اللحم اولا كفته الدجاج، حتى هي كتجي رائعه. المهم نتوما كتنوعوا على حسب اللي عندكم في الدار. صافي كنعمروا هاد الطويجنات مزيان بهاد الحشوه ديالنا. من بعد كنضيفوا عليها البيشاميل بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نديروا البيشاميل
بيشاميل بزاف باش كتجينا معلكه وزوينه. كنديروا كذلك الفرماج من الفوق. انا هنا استعملت فرماج موتزاريلا الفرماج الاحمر وغادي ندخلهم للفران. غندوزو هنايا الوصفه الثالثه. غادي ناخذوا المقيله ديالنا غنديروا عليها البصله مشلضينها. هنا خديت الصدر ديال الدجاج وقطعته على شكل بروشيت. غنضيف كذلك الزيت باش يتشحر فيه هادشي كامل، المليحه، ضريس الثومه محكوك. بالنسبه للتوابل هنا غادي نستعمل الابزار، واحد المعلقه صغيره، كذلك شويه الكمون، واحد ملعقه كبيره عطريه تاكوس، ملعقه صغيره عطريه الدجاج. صافي. وغادي نستعمل هنا واحد الملعقه كبيره ديال قزبر ومعدنوس مقطع رقاق. وغنضيف كذلك العصير الحامض اولا نص حامضه. انا كنستعمل هذا عصير الحامض كيجيني زوين. صافي. غنديروا فوق عافيه اللي تكون مجهده ونشحروا هاد الحشوه ديالنا مزيان حتى كطيب لينا. ومن بعد كتضيفوا علبه ديال الكيري. انا استعملتها الجبن كيري، استعملت العلبه كامله باش كيجينا القوام ديالها كريمي. كنبقاو نحركو مزيان حتى كينسجم لينا هاد الجبن هذا. نقدروا نرجعوه فوق من العافيه الا شفتوا الجبن ديالكم ما غاديش يتحل لكم مزيان، كتعاودوا ترجعوه فوق من البوطه، ولكن هاد المره على عافيه اللي تكون مهيله. صافي. هنا عندي كلشي واجد. غادي ناخذ الخبز ديال تاكوس، غادي نقسموه على زوج بحال هكا، وغادي نعاود نقسموه عاوتاني على 4 بهذا الشكل هذا حتى غادي نحصل على 4 ديال المثلثات. كناخذوا الجبن ديالنا وكندهنوا به الحاشيه اولا الحافه بهذا الشكل هذا. كندهنوها مزيان وهي اللي غادي نلصقوا بها هاد الكورني ديالنا. تقدروا ديروا الدقيق حتى هو كيجي مزيان. الدقيق هو والماء بحال غادي نسدوا البريوات ديالنا، ولكن انا استعملت الفرماج حتى هو كيجي زوين وسهل، وكان عندي الفرماج داكشي علاش اختاريت الحاجه اللي غتكون سهله. صافي. كنجمعوا بهذا الشكل هذا. غادي نوريكم وحده ثانيه. غناخذوا الطورتيه ديالنا، هذيك الجهه اللي كتكون بحال هكا محمره ومنقطه هي اللي غنديرها لداخل. كندهنها مزيان بالفرماج ديالنا. صافي. وكندورها بهذا الشكل هذا. انا كنوضح لكم، نمشي معكم غير هكا بشويه باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنسدوا الكورني. هي ساهله وحتى هذا الفرماج هو كيثبتها لينا مزيان. صافي. وهذا هو الكورني ديالنا. كان شي حاجه مازال ما شاداش لنا مزيان كنزيدوا عاوتاني الفرماج. انا هنا بان ليا واحد شويه مازال خاصني نسد هذاك القاع ديالو، زدني شي شويه الفرماج. صافي. لصقتها وحطيتها. دابا غادي نمشيو للحشوه ديالنا. غادي نحشيو هاد لي كورني. كناخذ هنايا الصوص كندهن بها الكورني مزيان من الداخل باش ما يجيناش ناشف. نتوما كديروا الصوص اللي نتوما باغيين. صافي. كنديروا الحشوه ديالنا كنحاولوا اننا نوصلوها للقاع، يعني كنوركوا عليها مزيان باش كتدخل لداخل. وهاد الحشوه هذه جات بنينه بزاف، تقدروا تعمروا بها بطيبيطات، كتجي حتى هي رائعه بزاف. صافي. وغادي ندير من الداخل غندير شويه ديال المايس بهذا الشكل هذا. صافي. وغادي ندير عاوتاني طبقه ثانيه من الحشوه ديالتي. كنحاول نثبتها مزيان بهذا الشكل هذا وكنحطوا لي كورني ديالنا. انا غنعاود نوريكم وحده ثانيه. بالنسبه لاصوص استعملتها صوص برغر، كتجي خطيره في هاد الحشوات هادو، كتجي رائعه بزاف. وكذلك استعملت لاصوص الجيريان حتى هي كتجي رائعه بزاف. انايا كنحماق عليها صوص الجيريان، كتجي بنينه في اي حشوه، كتجي رائعه بزاف. والطبقه الاخرى هي اللي كنديروا فيها الحشوه ديالنا. ما خصناش نوصلوها للاخر ديال الكورني ديالنا باش ما كتخرجش لينا. كناخذوا المقيله ديالنا كندهنها بشويه زويته، كنحط الكورني بهذه الطريقه هذه. المهم انا كنفضل انني ندير هذا المقله، باش نتوما ديروهم في بانيني كديروهم في مقله المسمن حتى هي كتجي فيهم زوينه. انا عندي هذه المقله هذه اللي كنشوي فيها اللحيمات. كنبقاو نقلبوا في الكورني ديالنا بهذه الطريقه هذه حتى كيتحمروا لينا. نتوما شتو كيجيو فيهم هذوك الخطيطات، كيجيو صراحه رائعين بزاف. المنظر ديالهم كيجي جميل، كذلك المذاق حتى هو كيجي رائع. علاش قلت لكم قبيله ما تحاولوش تعمروهم بزاف، حيت اون فوا غادي نديروهم سوا في البانيني اولا في المقله غادي تخرج لنا هاد الحشوه ديالنا. داكشي علاش ما خصناش نعمروهم مزيان. صافي. غادي نبقاو نقلبوا فيهم بهذا الشكل هذا، نقلبوا الجوانب كاملين حتى كيتحمر لنا مزيان هاد لي كورني. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كتقدروا تكتفيو بهم هكايا، ما كتضيفوا لا فخوماج لا والو، تاكلوهم هكايا كيجيو بنانين رائعين. انا غندير فيهم الفخوماج غابي بهذا الشكل هذا. كنحاول نثبت على هذيك الحشوه ديالتي. صافي. وغادي نوضعهم جانبا. غنستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. هاد الوصفه هذه تعتمدوا رمضان اولا من غير رمضان، حيت كتجي رائعه بزاف بنينه بمكونات اللي هما يا بساطين. تقدروا ديروها بالدجاج، ديروها بالطون كذلك حتى هي كتجي زوينه بالطون وخضيره.
كيجيو رائعين بزاف. اولا كديروهم بالكفته وفلفله حتى هي كتجي خطيره خطيره. المهم انا كنحاول نعطيكم افكار من وسط من لا فيديو باش تقدروا ديروا هكا وهكايا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، ونحل لكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي الحشوه من الداخل، كتجي معلكه، كتجي رائعه بزاف. غادي نرجعها لبلاصتها حيت هنا مازال انا صايمه حتى الفطور ان شاء الله وناكلها. بالنسبه للرايب هذا هو الشكل ديالو، كيجي خطير وكينجح معكم 100%. نتوما شفتوا انا قلبت هنا الكاس باش تشوفوا انه ما كيطيحش، ناجح 100%. كتبعوا هذوك المراحل كاملين وكتخليهم يبردوا مزيان. كتزينوهم باي حاجه بغيتو. انا هنا زينتهم بهذاك الصوص اللي انا استعملت ديال الليمون مع النشا، درتهم من الفوق. درت كذلك الفخيز، وهنا القوام ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي كريمي. بجوج المكونات خرجت هذا الريب اللي جا الصراحه رائع بزاف. نتمنى انه يعجبكم وتعتمدوا ان شاء الله حتى هو في الطبله ديالكم. هنا بالنسبه للكراطه هذا هو الشكل النهائي ديالو، حتى هو كيجي رائع بزاف، كيجي معلك، كيجي خطير. نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي من الداخل، كيجي معلك بهذيك البطاطا والبشاميل والشامبينيون ديالنا، كيجي رائع بزاف معلك رائع. وصلنا لنهايه الفيديو، الى الفيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.